مش عارف ليه الناس بتاخد الكلام بتاعي كأنه خناق. انا لما اتكلمت على موضوع التكييف في برنامج اندرايف قلت لك انت كعميل لو عايز رحله او تجي لك عربيه تكون في التكييف بتاعها شغال، اطلب على الاوبشن التاني اللي هو بتاع رحله مريحه. الاوبشن ده الاول اندرايف اول ما عملته كانت مسمياه رحله مكيفه، فخلاص الناس كلها خدت انطباع ان الرحله المريحه ديت يعني برضو رحله مكيفه. هم عدلوها بعد كده في الشتاء خلوها رحله مريحه، والموضوع بقى ليه علاقه بموديلات العربيات. فمعظم الناس خلاص خدت انطباع ان دي رحله مكيفه. فانا كسواق جات لي رحله مكيفه، عارف ان العميل ده عاوز عربيه تكون فيها تكييف، فانا لو انا تكييف عربيتي مش شغال مش هقبل اصلا الرحله دي. لان انت بتطلب على برنامج زي اندرايف ده بيقبل من عربيات موديل 95. فيعني انت مش بس ممكن تجي لك عربيه التكييف بتاعها بايظ، انت ممكن يجي لك عربيه كارو. فالاوبشن ده مهم جدا والمفروض يكون موجود في كل البرامج، حتى برنامج اوبر. يعني برنامج اوبر المفروض ان التكييف فيه اساسي، مع انت طالب عربيه على اوبر المفروض يكون التكييف بتاعها شغال. ولكن للاسف في ناس بتكون شغاله وتكييف عربيتها مش شغال، فبتضطر انت كعميل تعمل ايه؟ طبعا مش تركب معاه وتتسلق في عز الحر، بتكنسل الرحله وتطلب رحله تاني. تساله، ممكن تساله اصلا كمان قبل ما يجي، تكييف شغال؟ لا مش شغال، فبتكنسل وتطلب رحله تاني. ممكن تطلب كده وخلاص وتستنى لحد اما يجي لك وتقول شغل التكييف يقول لك التكييف بايظ، فبتضطر بقى ايه تتاقلم على الوضع وتكمل الرحله معاه وانت عمال تشر عرق. فهو الموضوع ده مهم جدا ليك انت كعميل قبل ما يكون لي انا كسواق. ان انا بطلب عربيه لازم يكون في اوبشن ان انا يا جماعه لا انا طالع عايز تكييف في الرحله دي. فالسواق لو هو بيقبل الطلب بيكون عارف ان العميل مهم عنده الموضوع التكييف ده. سيبك منك انت بقى ايه عمال تفرهد وانت شغال وفي عز الحر، ملناش علاقه بالموضوع ده. بكلمك على العميل اللي هو شايف ان الوقت اللي هو بيطلب فيه انا لازم يا جماعه اروح المشوار دوت بعربيه مكيفه لان الجو بيبقى صعب جدا الصبح. ناس بقى دخلت تستظرف معاه في الكومنتات، بتقول لي يا عم الحاج التكييف اصلا ما بيستهلكش بنزين، ده التكييف بيوفر لك البنزين. الكلام ده يا باشا لما انت بتكون راكب بي ام ومسافر بيه على طريق السخنه، مش راكب عربيه صيني ورايح بقى مشوار في وسط البلد في عز الحر وفي عز الزحمه وماشي على الاول والتاني. لا الموضوع ده غير ان هو بيستهلك بنزين، انا بحس ان هو بيبقى ضغط على المكنه. انا مش ميكانيكي بس انا كراجل سواق ومشغل التكييف كمان مع الغاز بحس ان العربيه مش قادره تمشي. يعني انا ساعات يركب معايا حد هو مشغل التكييف مع الغاز يقول لي معلش انا مستعجل فممكن نجري شويه، بقول له يعني من جوايا اقول له ماشي انا عايز اجري بس انا مش قادر اجري، هي العربيه ما بتجريش. فدي النقطه اللي بتكلم فيها. ويا عم لو هنفترض ان هو فعلا بيستهلك بنزين زياده، هتقول لي الفرق بيكون بسيط. ماشي يا سيدي، ما هو برضو فرق الرحله العاديه من المريحه برضو بيكون بسيط جدا. يعني انت مثلا نتكلم في فرق 15% 20%. فلو انت مثلا مشوارك بكام ب 50 جنيه، ممكن تلاقي زاد معاك 7 جنيه ولا 10 جنيه، مش قصه يعني. ولكن هتضمن ان انت بيجي لك عربيه مكيفه. ناس داخله بتقول لي انت كسواق المفروض تكون مشغله لنفسك في الحر ده. طبعا كلام سليم ولازم تكون مشغله لنفسك قبل العميل يركب معاك، عشان طبعا الجو بيبقى حر جدا. مش هتستحمل تشتغل يعني 4 5 ساعات حتى على بعض في الجو ده. ولكن انا بكلمك على الموضوع بشكل عام، ما بكلمكش عن انا شخصيا الفتره بتاعت الصبح دي بكون مشغل فيها التكييف ايا كان انا شغال على برنامج ايه او شغال على خدمه ايه او خدت الرحله بكام. بشغل نفس التكييف وبعد كده اول ما الجو بالليل بيبقى الجو لطيف فبقفل التكييف وبفتح الازاز حتى ايه عشان ما بحبش التكييف في قصه ان هو بيبقى كاتم، مفيش هواء، الدنيا بتبقى مكتومه. فانا ما بصدق الدنيا بتبقى حلوه والجو بيتظبط وبشغل بفتح بقى الازاز علشان اشم هوا. انا بتمنى ان كل شركات النقل الذكي تعمل اوبشن في البرنامج، اللي عايز تكييف ماشي، اللي عايز من غير تكييف ماشي، ويكون الزياده حتى لو بنسبه قليله. فلان في سواقين كتير شغاله بتقول لك لا انا التكييف دوت بيستهلك، غير ان هو بيستهلك معايا بنزين ده بيستهلك معايا صيانه. وبحس ان الكاتم العربيه طبعا بشحنه فريون، صيانه التكييف بقت غاليه، الكمبروسر نفسه بقى غالي. ناس بتقول لك لا لازم يكون في فلوس زياده على التكييف. في ناس دخلت كتبت لي بتقول لي يا عم انتوا طماعين، ده نظام شحاته، يعني ايه التكييف ده؟ مش عارف احنا في امريكا الموضوع عامل ازاي، مش عارف احنا في الامارات الموضوع عامل ازاي.
فالموضوع عندنا مختلف. انت انا بشوف عربيات شغاله في اوروبا، يعني ازاي دي يا جماعه شغاله اوبر؟ اما هنا معظم العربيات اللي شغاله عربيات قديمه، عربيات اقتصاديه، حالتها يعني مش قد كده، ولكن علشان نراعي الطرفين يبقى في اوبشن اسمه تكييف، ويكون في زياده حتى لو زياده بسيطه، بس كده.